السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي في كل مكان منورين جميعا. هلا والله بجميع المستمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من راديو على ما تفرج. النهاردة عنوان حلقتنا هو التعود. في مرة سمعت حد بيقول الإنسان بيتعود على كل حاجة، لكن وقتها استغربت إزاي يعني كل حاجة؟ إزاي الإنسان ممكن يتعود على الفرح أو على الحزن أو على وجود ناس حواليه؟ كل دي أسئلة كانت بتدور في دماغي، لكن كل ما الدنيا تلف شوية اكتشفت ان الجملة دي كانت صح اكتر ما كنت متخيل. احنا بنتعود على كل حاجة فعلا. بنتعود على الشارع اللي بنمشي فيه، على الوشوش اللي بنشوفها كل يوم، على صوت الام وهي بتنادي من اوضة لاوضة، وعلى صوت الاب وهو لسه داخل البيت في نفس الميعاد، على صاحب بيبعت رسالة كل يوم، على مكان معين بنقعد فيه، على تفاصيل صغيرة جدا لدرجة اننا بعد فترة ما بنبقاش شايفينها، مش لأنها مش مهمة، لكن لأنها بقت جزء من المشهد وجزء من الروح وجزء من الحياة. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. عارف أول يوم نزلت في الشغل؟ طب عارف أول يوم دخلت في كليتك؟ أو أول يوم سكنت في بيت جديد؟ كل حاجة كانت ملفتة للنظر، كل حاجة كانت ليها طعم، كنت واخد بالك من كل تفصيلة. لكن بعد سنة بقيت ماشي من غير ما تبص، بقيت حافظ الطريق، حافظ الأصوات، حافظ الأماكن. التعود بيعمل كده. خد بالك بقى، هو التعود بيعمل كده، بياخد الحاجة المبهرة وبيحولها لحاجة عادية، وده مش عيب، هو ده جزء من طبيعتنا يعني. لأن لو فضلنا منبهرين بكل حاجة طول الوقت هنتعب. لكن المشكلة إن التعود أحيانا بيسرق مننا الإحساس، بيخلينا ننسى قيمة الحاجة وهي موجودة. فاكر أول ما مسكت التليفون جديد كنت بقى كل شوية بتبصله، بتحافظ عليه وبتخاف عليه، لكن مثلا بعد شهر بقى مرمي. هو نفس الموبايل يعني، لكن الإحساس هنا اختلف، مش لأن قيمته قلت، لكن لأنك اتعودت عليه. والمشكلة إننا أحيانا بنتعامل مع الناس بنفس الطريقة. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. رجعت لكم بعد الفاصل وخلينا نكمل الجزء التاني من فقرتنا، وهو الناس اللي بقوا جزء من المشهد. في ناس وجودها حوالينا ثابت لدرجة إننا بنفتكر إن ده الوضع الطبيعي. الأم موجودة، الأب موجود، الأخ، الصاحب، البيت، القهوة اللي بنقعد عليها موجودة، الناس اللي بنسلم عليها كل يوم موجودين. ومع الوقت بنبطل نحس إن وجودهم هدية، لأننا بكل بساطة بقينا متعودين. وافتكر مرة سمعت جملة في مسلسل قديم، الجملة نفسها كانت بسيطة جدا، لكن معناها فضل معلق في دماغي سنين. واحد كان بيتكلم عن حد قريب منه، كان حد متصور انه هيفضل موجود، فخرجت منه جملة تلقائية، فقال عليه هو عمره ما يعمل حاجة من غير ما يقول لي. هو ما قاليش انه هيجيب. الجملة دي هزتني، مش لأنها عن الرحيل، لكن لأنها كشفت حاجة جوانا كلنا، إننا ساعات بنبقى مقتنعين إن بعض الناس مستحيل يغيبوا، مش لأنهم بقى وعدونا، لكن لأننا برضو زي ما قلت اتعودنا عليهم. في حاجات كتير بنحبها، لكن من كتر ما بقينا متعودين عليها نسينا نقول إنها مهمة. فاكر كمان وأنا صغير كان عندنا بيمشي كل يوم من تحت البيت عندنا وعلى أول الشارع بياع ذرة بالعربية بتاعته الصغيرة، بيسحبها ويقعد يصيح وينادي،
وأول ما بنسمع صوته احنا بنطلع نجري، بننزل من على السلالم بسرعة نجري عليه، ناخد الدورة بتاعنا ونسلم عليه ونمشي. ومرت سنة ورا سنة، وبعدين في يوم ما جاش ولا سمعنا صوته، وقلت يمكن أجازة أو يمكن مثلا لف على شارع تاني. مر اليوم والتاني والتالت، وبعدين عرفت إنه تعب ومعادش بيشتغل. ساعتها بس خدت بالي إنه كان جزء من حياتنا، هو لا صاحبي ولا قريبي، لكن هو كان موجود في صورة كل يوم من أيامنا. على ما أفتكر برضو كان واحد صاحبي كل يوم تقريبا يعني يبعت لي رسالة، أي رسالة بقى، مش شرط يعني صباح الخير عامل إيه، نكتة في أي حاجة، لحد ما بقى الموضوع عادي، وبقيت ساعات أرد متأخر وساعات أنسى أرد أصلا. وبعدين الحياة شغلت كل واحد في طريق، وفجأة اختفت الرسايل. والغريب بقى إني ما خدتش بالي أول يوم ولا أول أسبوع، لكن في يوم فتحت الواتساب بالصدفة وحسيت إن في حاجة ناقصة. مش الرسالة نفسها بقى، احنا بنتكلم عن العادة. احنا ساعات ما بنفتقدش أشخاص، لكن احنا بنفتقد وجودهم المعتاد. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. من ضمن الحكايات اللي بنتكلم فيها أو المواقف اللي أنا مريت بيها، في قهوة كنا بنقعد عليها كل يوم، نفس الترابيزة ونفس الكرسي، نفس الناس اللي احنا كنا بنشتكي منها أصلا يعني. مرة الشاي مش عاجبنا ومرة الزحمة، لا مرة دوشة، لحد ما القعدة بطلت تتعمل والمكان اتغير. ساعتها اكتشفنا إننا ما كناش رايحين علشان الشاي ولا عشان القهوة، احنا كنا رايحين علشان الإحساس نفسه. أكتر حاجة بتوجع الإنسان مش دايما الغياب نفسه، أحيانا اللي بيوجع هو كسر العادة. إنك تقوم الصبح وتلاقي حاجة ناقصة، إنك تمد إيدك للتليفون علشان تكلم حد وبعدين تفتكر، إنك تروح مكان وتدور بعينك على شخص وبعدين تفتكر، إنك تسمع خبر أو موقف وأول حد يجي في بالك إنك تحكي له وبعدين تفتكر. ساعتها بتكتشف إن اللي كان موجود ما كانش مجرد شخص، هو كان جزء من يومك، جزء من تفاصيلك، وجزء من حياتك. علشان كده احنا لما بنفتقد حد بنفتقد تفاصيله أكتر من كلامه، وبنفتقد ضحكته، صوته، طريقته، ومواعيده، الحاجات اللي كنا فاكرينها عادية لكن ما كانتش عادية خالص. الحلو في الموضوع ان الحلقة دي مش عشان ناس راحت، الحلقة دي علشان ناس لسه موجودة. عن امك اللي ممكن تكلمها بعد ما الحلقة تخلص، عن ابوك اللي ممكن تقعد معاه 10 دقايق زيادة، عن اخوك بقى، عن اختك، عن صاحبك، عن حد بينك وبينه زعل بقاله سنين، وعن شخص يمكن مش محتاج منك فلوس ولا خدمة ولا حل المشكلة، هو محتاج بس يحس انه مهم. عارفين المشكلة في ايه؟ اننا دايما فاكرين ان عندنا وقت، هنتكلمه بكرة، هنزوره الاسبوع اللي جاي، يا اخي هنتصور الصورة دي بعدين، هنقعد القعدة دي بعدين، هنقول الكلمة الحلوة دي بعدين. لكن الحقيقة ان الحياة ما بتقولناش المواعيد قبلها، وعلشان كده اجمل حاجة ممكن تعملها النهاردة انك ما تأجلش. في الاخر يمكن التعود نعمة لانه بيدينا احساس بالامان، لكن لازم نفتكر كل شوية ان اللي احنا معتودين عليه مش مضمون، وان الناس اللي بقوا جزء من يومنا مش مجرد جزء من الروتين، دول نعمة من عند ربنا ونعمة كبيرة كمان. فبص حواليك النهاردة وشوف كم حاجة جميلة بقت عادية في عينيك لدرجة انك نسيت تقول شكرا. كنت معاكم انا محمد سعد في حلقة جديدة من راديو على ما تفرج بعنوان التعود. اشوفكم على خير.
من كل